في هذا الفيديو راح نشاهد أجمل تقرير شفته بحياتي عن حال كرة القدم اليمنية الذي جمع كل التفاصيل. وراح نشاهد في الفيديو الثاني سماسرة الإعلام العراقي الذي دائما ما يتهمون منتخباتنا الوطنية في جميع الفئات السنية بالتزوير. يسحب لاعبين 6 وكذا صح، يضمهم وين؟ يضم الأولمبي. ولا زالت الأسماء عندي بس ما أقدر أصرح بها. هاي فكرة ولا زالوا اليوم دول نفس الأسماء بغياب اثنين قدموا مستويات جيدة رغم الخسارة أمام اليمن. احنا ايش ننظر انه بس منتخبنا لازم يتطور، باقي المنتخبات ما تتطور. هاي تعرضت بها لانتقادات على فكره، ما اسال مو مشكلتي يعني تعرضت بها لانتقادات حاده. لا بس بالمناسبه ايش تطور المنتخبات؟ خليه يتطور بمستواه الفني بس مو بالتزوير يعني الفروقات. لا بغض النظر اليمن على مستوى الفئات العمريه تزوير من السماء. انا اشوف انه التزوير بعمر الاولمبي تحت 23 مو ذاك الفارق الكبير، لان انت اللاعب واصل 23 عمر هو لاعب منتخب وطني، لاعب منتخب وطني. مع اسباب كثيره فتح ملف الاولمبي اكو مشاكل كبيره جدا على مستوى مع هذا لا ننكر انه الفرق ما بقت على نفس الستيب الباقي بيه، بدات تتطور. نتكلم الان عن المنتخب. استاذ رياض، الفرق من تتطور لازم احنا هم نتطور. هو ايش داق احنا ما جاي نتطور، العالم ايش تنظر؟ احنا ما جاي نتطور، العالم ايش تنظر؟ احنا بدينا احنا واقفين بوتان جا وصل قمنا نغلبك هو 1-0، اجى لبنان بالناشئين قام يغلبنا، اجت الفرق قامت تعبرنا. صح. لذلك احنا شوف اذا بقينا على هذا الواقع على مستوى تاسيس كره القدم وقاعده كره القدم والاهتمام بقاعده كره القدم، احنا مهتمين بس بالهرم، مهتمين بهرم كره القدم اللي هو المنتخب الوطني على مستوى التاسيس. انا ايش ورطت روحي، ايش ورطت؟ مو هو السؤال الي، انا ايش ورطت روحي وجبت طار وخليت مو هو سالني الي. تشرب انا غلطان، تشرب من ذات هسه سالتك على لعبه البحرين، انا غلطان، سالتك على لعبه البحرين. انا سويت. قصة المنتخب اليمني الأولمبي في بطولة الخليج تحت 23 لم تبدأ في الملعب، بل بدأت في الظل، في أماكن لا تصلها الكاميلات ولا يعرفها الجمهور. بدأت في صالات متهالكة في صنعاء، حيث كان اللاعبون يركضون فوق أرض تشققت مثل قلب هذا الوطن، يستعدون لبطولة قارية بمباريات ودية خاضوها مع اليرموك والشعب والوحدة ومايو، فرق تبحث هي نفسها عمن ينقذها، فكيف تنقذ منتخب دولة كاملة؟ ومع ذلك حاول اللاعبون، حملوا قلوبهم على أكتافهم وركضوا وكأنهم يركضون فوق شظايا وطن جريح. ثم جاء المعسكر الخارجي في مصر، كلمة كبيرة تخجل من واقعها، فكل المباريات كانت أمام أندية لا وجود لها حتى في سجلات الاتحاد المصري، وكأن المنتخب ذهب ليملأ خانة لا ليبني فريقا يستعد لحلم. لم يكن هناك شيء يشبه الإعداد، لا مباريات قوية، لا تجهيز، لا خطة، ومع ذلك ظل اللاعبون يحلمون، وكأن الأمل الوحيد الذي يمتلكونه هو الصبر. لكن الضربة التي قسمت ظهر الوطن لم تكن فنية، كانت إنسانية. منتخب الناشئين الذي تأهل لنهائيات آسيا، أجمل إنجاز، أصدق فرحة، ترك بلا استقبال، بلا تقدير، بلا حتى وجبة تحفظ كرامتهم في مطار القاهرة، بينما في نفس اللحظة نفس الدقيقة تقدم مكافأة $200 للمنتخب الأولمبي، مكافأة هبطت عليهم فجأة وكأنها رشوة لإسكات الضمير أو طعم مقصود لوضعهم في مرمى الاتهام. لا أحد سأل لماذا؟ لا أحد جرؤ أن يقول لمن كانت حقا هذه المكافأة. وفي زاوية سوداء من المشهد بدأت اللعبة القذرة، مدرب ينتزع من الناشئين بعد إنجاز تاريخي، ثم يرمى في نار الأولمبي بلا تجهيز، بلا أدوات، بلا إعداد، ثم يتم نصب الفخ الأخير. ها قد وفرنا لهم كل شيء، لا أعذار. أي كل شيء؟ أهذه الأندية التي بلا اسم؟ أهذا معسكر التراب؟ أهذه الوديات التي لم تذكر حتى في صفحات التواصل؟ أهذه هي الظروف التي يبنى بها حلم أولمبي؟ ثم جاءت البطولة، فاز المنتخب في الأولى، خسر الثانية، تعادل الثالثة، نتيجة أفضل من اللازم لظروفه وأقل من المطلوب من طموحه، لكنها ليست نتيجة مخزية كما أرادوا تصويرها. لكن الجمهور يعرف الحقيقة، يعرف أن الفرق الخليجية التي واجهناها تبنى في أوروبا، تعيش في معسكرات عالمية تمول بملايين، بينما لاعبون يتدربون بقمص رسمية لأنها لا توجد قمصا مخصص للتمارين. يعرف أن منتخبنا يسافر إلى البطولات مثل من يسافر إلى قدره،
لا يحمل إلا الروح، والروح وحدها لا تكفي دائما أمام الحديد والفولاذ. ومع ذلك لم ينتظر الإعلام المأجور فرصة، لم ينتظر حتى تبرد الدموع. خرجوا من جحورهم يشتمون، يهاجمون، يلقون سهامهم المسمومة على قيس، وكأنه هو سبب فساد 10 سنوات، وكأن خططه التكتيكية هي التي تركت الناشئين في المطار، وكأن تبديلاته هي التي جعلت المنتخب يلعب وديات مع فرق غير معترف بها. نسي هؤلاء أن قيس هو من أشعل ثورة رياضية أربكت اتحادا اعتاد النوم الطويل. نسي هؤلاء أنهم يحاربون رجلا صنع ذهبا من تراب، بينما هم يصنعون ترابا من كل ذهب. نسي هؤلاء أن من يحارب النجاح هو الفاشل، وأن من يهاجم المنجز هو العاجز. ونسوا أهم شيء، أن الجماهير لم تعد غبية. الجماهير شاهدت كل شيء. الجماهير تعرف أن هذا الخروج لم يكن خروجا رياضيا، بل كان خروجا مخططا معدا محاكا، يراد به إسقاط الرجل الذي كشف الفساد، لا إسقاط منتخب لعب بشرف. واليمن، اليمن الذي بكى عبر عيون طفلة صغيرة أمس، اليمن الذي شاهد لاعبين يمسحون دموعهم بأيديهم لأن لا أحد مسحها لهم، اليمن الذي عرف الحقيقة كاملة، سيذكر هذا اليوم، سيذكره التاريخ، سيذكر أن المنتخب لم يخسر بل خسر، لم يخرج بل أخرج، لم يفشل بل أفشل. وسيبقى هذا التقرير جرحا أفقيا طويلا يبدأ من صنعاء ويمتد إلى القاهرة ويعبر قطر ويصل إلى قلب كل يمني يعرف أن الحق أحيانا يقتل، لكن صوته لا يموت.